الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم صبايا؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم في فيديو جديد. حابة أرحب بكل الصبايا اللي انضموا لقناة جديد. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا القناة. خلونا قبل ما نبلش الفيديو نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رجعت لكم بهذا الفيديو. عم أحاول أنزل كتير مشان هيك شوي القناة ترجع ترتفع، لأنه آخر فترة كتير يعني صار قليل كتير أنه أنزل على القناة، فصارت تراجع كتير. عم أحاول أنزل كتير بقى، بتمنى تدعموني وتشجعوني. هون فقت الصبح، أول ما فتحت عيوني رحت فورا جبت صدر دجاج وجيت ناوي اليوم أعمل شاورما. بحب أتبله قبل بوقت، بتعرفون يعني صرتوا حافظيني بقى. جبت كيلو، فبلشت أتبله. حطيت لبن وخل، زيت نباتي، ملح، بهار، فليفلة رش حدة، دبس فليفلة، بهارات الشاورما. شو كمان؟ اي هدول اللي تذكرتهم، هدول اللي حطيتهم. هلا انا بالعاده كمان بضيف زنجبيل بودره بس ما كان موجود عندي. كمان بيعطي كتير طعمه طيبه، وكاري كمان، كاري ما كان موجود، بس بهارات الشاورما يعني بتكفي وكتير يعني بتعطي طعمه طيبه. هون بعد ما هيك شلتها وحطيتها بالبراد خلص امنت يعني على الطبخه. بضل لي المسا بس اقلي البطاطا واساوي الشاورما، بعدين بسويهم لفات وبناكل. هدول هيك بشي سريع يعني بصيروا. المهم هون حطيت بذور شيا معلقه صغيره، يعني هنا حطيت معلقتين بس المعلقه ما متعبيه، يعني تعتبر معلقه صغيره، وبكاسة مي وحركتها. ما بشربها فورا، لازم يعني يتضاعف حجمها حتى تشربوها، لأنه إذا شربتوها وهي لسه ما كانت شو بدي أقولكم هيك منفوخة بتضركم وبتلزق على البلعوم، فخطرة يعني شربتها إذا ما كانت هيك نافشة مثل ما بيقولوا. الفطور أنا صار كتير عم أكتر أساوي رز بحليب مثل ما بتعرفوا. فطمت بنتي، فعم احاول قدر الامكان دائما يكون بالبيت موجود رز بحليب. بس سبحان الله يعني الاولاد الكبار ما عم يخلوه، يعني ما شاء الله عم اعمل 5 لتورة حليب تقريبا 3 أيام 4 أيام عم يخلص، لانه ما شاء الله 4، فعم يفطروا وكل شوي بيروحوا بياكلوا. فرمت جبس وكمان أكلوا رز بحليب فطروا، وأنا شربت بذور شيا وحمدت الله. شوي عم أحاول أخفف لأنه كتير بحب أنا الشاورما، فقلت ما بدي أكل الصبح وأرجع كمان أتقل المساء، فخلص يعني أكلت هيك كم قطعة جبس معهم وبذور شيا وبس. حوسة البيت حوسة عادية، كنت رح أضيف كمان الحوسة بس قلت هيك مشان ما يصير الفيديو عليكم طويل. بعدين يعني خلصت هيك حست البيت حوسة عادية وقعدت. أنا جوزي صاير عم بينصرف بكير يعني الساعة 6، فأدوبة يعني فقت مثل ما قلت لكم هيك خلصت شغلي وبعدين نظفت البيت وبلشت بالأكل، يعني هيك ورا بعض. أنا البطاطا يعني قشرتها وفرمتها، حطيتها بالقلاية الهوائية. والشاورما بسويها على الغاز، لأنه حاولت كتير أسويها بغير طرق، ما يعني نحن ما بنحبها ناشفة، بنحبها هيك تكون شوي رطبة. فأنا سويتها مرة بالفرن طلعت كتير ناشفة، يعني ما بعرف هيك طعمتها كتير ما طلعت يعني مناسبة، لأن في ناس بحبوها يعني. بس نحن بالنسبة لنا حبينا هيك تقلاية وعلى الغاز بتطلع هيك فيها يعني شو بدي أقولكم طراوة أكتر من وقت بتكون بالفرن أو بغير طريقة. كمان جربت بالقلاية الهوائية ما مشي الحال. في ناس ما حبوا البطاطا المقلية بالقلاية الهوائية. أنا بالنسبة لي كتير يعني طلعت طيبة ومناسبة وكتير كتير صحية مقارنة بتنقلها بالزيت. يعني اللي بتنقلب بالزيت كتير عم تشرب زيت وقت عم تاكلوها. مثلا البطاطا هي لحالها فيها نشويات وهيك انه بتصحح، فلسه على زيت نباتي بتصير مضرة كتير. هلا شوفوا انا ماني ملتزمة ابدا بالدايت او بالرجيم، يعني عم احاول قدر الامكان. بس سبحان الله لازم الواحد هيك
مثل ما بيقولوا يخلي الناس اللي بيحبوا هاي الشغلة مثلا حواليه، مثل انه انت مثلا عم تساوي رياضة ورفيقتك وهيك بتشجعوا بعض. بس وقت الواحد هيك بيكون لحاله بيكتئب، ما بيشتهي، خلاص بيقعد بياكل بيقول خلاص يعني عادي انه بيطنش، عرفتوا. بس بحاول قدر الامكان بالطبخ انه اقلل. يعني هلا في ناس ما بيهمون مثلا دهنة أو زيت كتير أو سمنة كتير، لا أنا بحاول قدر الإمكان أخفف، وخصوصي يعني القلاية الهوائية، إنه عم أعمل أغلب الأكل لأنه الزيت بيكون قليل، يعني مو مثل وقت بتطبخوا عادي يعني بالطاوة يعني بالزيت، هيك بصير كتير. مثلا في أكلات كتير بتنعمل بالقلاية وصحية، إن شاء الله يا رب هيك أقدر ألتزم وأستمر، لأنه فعلا يعني كتير صعب. أول شغلة هيك بتقعدوا يعني مع حالكم تقولوا لأ خلص أنا ملتزمة وإن شاء الله وهيك، بس بعدين عن جد بتلاقوا كتير صعب الالتزام، وخصوصي إذا كنتوا لحالكم وما في مين يشجعكم حواليكم يعني. ما بعرف، أنا جبت هذا الدفتر بلكي إن شاء الله هيك أكتب أهداف وأقدر أحقق، عندي كتير أهداف حلوة. كنت ناوية للصراحة إنه أصور الدفتر والأهداف، بس قلت لا لازم تكون شغلات خاصة. بعدين بس تتحقق بفرجيك إنه شوفوا أنا كنت هيك ناوية وهيك صار. مثلا كنت حاطة هدف ببالي هيك وهيك صار، إنه مشان تتشجعوا وإنتوا كمان تساووا مثله. إن شاء الله يا رب أكون هيك أقدر ألهمكم يعني، وإنتوا كمان تساووا مثلي. حلو الإنسان هيك يعني يفتخر بحاله إنه هو عمل شغلة أو نجح. مثلا كتير أنا بحب الأشخاص اللي بيحكوا عن النجاح، بيشجعوكم، بيخلوكم هيك تتفائلوا إنه أنتوا بتقدروا تساووا شيء، أو مثلا تنجزوا حتى ولو بشي بسيط. عرفتوا هيك بيجيكم حماس يعني وطاقة. فالحمد لله رب العالمين أنا حاليا هيك كتير متشجعة، يمكن منتبهين إنه عم أنزل فيديو يوم يوم لا، مشان هيك يعني تكبر القناة مثلا، هيك أطور من حالي أكتر. إن شاء الله يا رب أقدر، وبتمنى كل النجاح لكل ست بيت، حتى لو هي قاعدة ببيتها مثلا عم تشتغل برا وين من كان. بتمنى لكم لكلياتكم هيك النجاح، وتلاقوا الشغلة اللي انتو شغفكم فيها، اللي انتو بتحبوها، لأنه فعلا يعني الإنسان وقت بيشتغل بشي بيحبه كتير هيك نفسيته بتتغير، وبتحسوا هيك بتصير شخصيته أقوى. يعني خصوصي بهالوقت نحن لازم الوحدة هيك تعتمد على حالها، ما ضروري انه تطلع وتشتغل برا مثلا، يعني الأغلبية عند أولاد وما بتقدر تطلع وما هيك، بس تلاقي يعني أي شيء هي بتحبه. مثلا في بنات بيحبوا المكياج مثلا، بتقول أنا بحب المكياج بس ما بعرف أمكياج مثلا، تحط دورة عند حدا تتعلم، أو بالبيت إذا عندك بنوتة قاعدي مرة مرتين ثلاثة أربعة هيك تعلمي. بعدين مثلا بدك تشتغلي عند حدا، او اذا بدك تطلعي مثلا تمكيجي حدا بالبيت. يعني في كتير صبايا بيشتغلوا هذا الشيء، انه بس مكياج، في ناس شعر ومكياج، يعني كتير كتير في امور بتقدر الوحدة تبدع فيهم يعني. مثلا في ناس بتحب الطبخ كتير، بتحب تساوي حلو، كتير صبايا فتحوا شغلات حلو وصاروا هيك من البيت يشتغلوا يساووا شغلات حلو وبطريقة حلوة، بطريقة مبتكرة، يعني هيك شغلات غريبة، ويعملوا إعلانات مثلا عند أشخاص مشهورين، ويصيروا العالم يوصوا منهم وهي قاعدة ببيتها وبين ولادها وغير شكل. في ناس مثلا مثلي أنا فتحت قناة يوتيوب، إن شاء الله يعني صح إنه أنا يعني لسه قناتي صغيرة، بس شوي شوي أملي برب العالمين كبير. ويعني شلون بدي أقولكم، أنا الحمد لله يعني واثقة برب العالمين إنه أنا عم بعمل شي كويس، ورب العالمين ما بخجلني بإذن الله. فأهم الشيء مثل ما قلت لكم يكون عندكم هيك شغف، وتضلوا يعني حاطين هدف قدامكم وتمشوا وراه، مشان هيك بتحسوا الحياة بصير لها طعمة. يعني اليوم أنجزتوا هذا الشيء، اليوم أنجزتوا هذا الشيء، كتير كتير إحساس حلو، وبتمنى هيك الكل يعيشوا. صح في كتير شغلات ناقصة يعني، والكمال رب العالمين، بس بنحاول قدر الإمكان إنه هيك نبسط حالنا، نسعد حالنا بحالنا يعني. أنا بحب هيك أحكي، لأنه كتير بحب الأشخاص اللي بيحكوا كلمة هيك حلوة بيطيبوا خاطركم، يعني عن جد مثل ما بيقولوا الكلمة دوا فعلا. أوقات كتير ناس قلبهم مكسور وهيك بتمنوا حتى لو شي بسيط يعني الواحد هيك يخفف عنهم. فالحمد لله رب العالمين بتمنى أنه أكون هيك شجعتكم ولو بشي بسيط. بس لهون هيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بتمنى المانو مشترك بالقناة يشترك، يحط لي لايك، يكتب لي تعليق حلو. بحبكم كتير كتير، بأمان الله.